فرحة العيد بسيطة. قومي فرحي بيتك وعيالك في العيد بشوية ترمس كده وشوية تنبيتة حلبة من اللي كانوا بيعملوا فرحة العيد زمان. بعدين زمن هتعملي أحلى ترمس وحمص بالخلطة السحرية. شايفين الخلطة السحرية دي؟ وكمان تنبيتة الحلبة مش هتاخد منك غير يوم ونص وهتطلع معاكي أحلى تنبيتة حلبة. يلا بسرعة قومي هاتي الترمس وهاتي الحمص وهاتيلي الحلبة عشان نعمل تنبيتة الحلبة ونعمل الحمص والترمس بريحة وطعم ايام زمان. احنا عندنا ذكريات حلوه قوي بالعيد بس عيالنا ما شافوهاش. قومي اعمليهم وخلي ذكريات حلوه لاولادك بسرعه. انا جبت نص كيلو ترمس وجبت ربع كيلو حمص. انا هعمل على قدي انا وبرديس وسفيان وباباهم، احنا الاربعه. فيا دوبك هو ربع كيلو حمص، وهجيب كمان نص كيلو وهنقعهم لمده ساعه. نقعت الترمس اهو، غسلته ونقعته وغسلت الحمص وكمان نقعته. هنقعهم لمده ساعه، ساعة زمن بس. بعد كده هجيب المناديل وبعد كده احطها في صينيه مجوفه او مصفى. هاتي صينيه بلاستيك كده ويغرقها لي ميه بالشكل ده. وبعد كده هنغسل الحلبه، وبعد ما نغسل الحلبه وننقعها هنقوم رشرشين كده على المناديل بالشكل ده، وتكوني نقعاها برضو من ساعه. حطيناها بالشكل ده هنغطيها بمناديل برضو. عايزه اقول لك لو عملتيها بالطريقه دي يوم ونص هتلاقي الحلبه نبتت معاكي. وغرقها لي كده ميه. وكل يوم لما تصحي لازم تبلبليها كويس من فوق ومن تحت بالشكل ده، تحطي ميه على المناديل. عندي هنا الترمس بعد ما اتنقع والحمص حطيته في حله وحطيت عليه ميه نظيفه تانية غير ميه النقع. بعد ما غسلته من ميه النقع هيغلوا بالظبط لمده ربع ساعه. ده هيغلي لمده ربع ساعه وده كمان هيغلي الربع ساعه. وبعد كده هنقوم شايلينه من الميه بتاعه الغلي ونغسله بميه نظيفه الترمس والحمص. بعد ما نغسلهم ننقعهم في ميه نظيفه من غير اي حاجه خالص. هنقعهم لمده ساعه في ميه نظيفه غير ميه السلق، وبعد ما اتغسل من ميه السلق عشان ما يبقاش فيه اي ريحه بقوليات. بعد كده هشيلهم من الميه خالص. حطيت الترمس والحمص فوق بعض. هجيب بقى طرنشات ليمون وهجيب معلقه من الفلفل السبايسي اللي هي الشطه الحمراء. لو مش موجوده الشطه الفريش هاتي شطه ناشفه بس انا مش بحبها. وهحط معلقه من الملح وهحط نص كوبايه زيت وهجيب لتر ميه سخنه بتغلي ودوبي لي كل الحاجات الحلوه دي في بعض. وهنحط في الاخر رشه كمون. ليه يا ساره رشه كمون في الاخر؟ عشان ما يمررش الخلطه السحريه بتاعه الحمص والترمس. تعالي بقى يا ست الكل هاتيلي الترمس والحمص فضيهم في بوله كبيره عشان ننزل بالحاجات دي كلها. هنحط عليهم بقى الخلطه اللي احنا عملناها بالتوابل والليمون والزيت وسيبيها بقى منقوعه فيها. وكلي بقى ايام العيد احلى ترمس وحمص اللهم بارك. خلطه رهيبه وجباره بجد، ولا هتحتاجي بقى تحطي ملح ولا عصير ليمون ولا اي حاجه. تعالوا بقى نشوف التنبيته بتاعه الحلبه. يوم ونص بصوا كلها نبتت. بصوا الجمال. انا كمان بدرت عليها، يعني دي كده بقى لها يوم ونص. يعني شايفين التنبيته بتاعتها مش كبيره قوي. دي عقبال العيد هتلاقي التنبيته بتاعتها سرحت معاكي. فانت من هنا للعيد هتبقى طول صباعك. هنحطها كده في العلبه بتاعت التقديم. فاكرين العلب بتاعت زمان اللي هو بقى تحطي الحلبه المنبته وتحطي بواقي المكسرات اللي كانت في رمضان على شويه الملبس اللي موجودين في العيد. وهنحط شويه ترمس كده جنب الكحك والبسكوت والشاي بلبن. وعيشيلي بقى احلى اجواء عيد من بتاعت زمان. الذكريات اللي احنا عايشين عليها لحد دلوقتي بريحه اهالينا وبريحه بيوتنا زمان. قومي بسرعه فرحي بيتك.